النبي صلى الله عليه وسلم يرجع المفاهيم إلى مفاهيم أصح. هنا قالوا مش الركوب عندهم، قالوا الركوب عند الإمام الذي لا يولد له. قال لا، الركوب الذي لم يقدم من ولده مما حتى واحد من الأولاد تاعو كانوا صغار، هذا هو الركوب في نظر الشريعة الإسلامية. ثم تحت الحديث 155 عن عبد الله بن مسعود كذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعبدون الصراعة بالصاد، الصراعة يعني صيغة المبالغة، رجل صراعة مثل لمازة أي كثير الهمز، لمازة أي كثير اللمز، صراعة أي كثير الصرع. ايش معنى الصرع؟ يعني واحد ما يضرب لي دار معاه يجيبه في الارض. قالوا شكون هو الصراع عندكم انتم ايها الناس؟ قالوا هو الذي لا تصرعه الرجال، هذا هو الصراع عندنا. قالوا لا، الشريعة الإسلامية ولكن الصراعة الذي يملك نفسه عند الغضب. حديث صحيح رواه مسلم. الصراعة الباطل والصحيح كما نقولوا احنا بالدرجة واحد ما يضربه. في الشريعة الإسلامية الذي يملك نفسه عند الغضب، لما يغضب هذيك النفس هذيك يتحكم فيها. أما واحد صحيح يضرب هذا العمود هذا ينزله، بصح كي يسعف يولي مثل الطفل الصغير. هذا في نظر الشريعة ماهوش باطل، عيان هذا. إذا الباطل عندنا شكون هو؟ الذي يتملك نفسه، يربص نفسه، كي يزعف ما يتصرفش تصرفات يندم عليها. هذا هو الصحيح عندنا. إذا شوف الشريعة الإسلامية غيرنا. كما قلت لكم، قلت في المجالس، تجد الإنسان يرفع أثقال 150 كيلو بطل، 160 يزيدوا له بطل، الناس يفرحوا به ويعطوا له الهدايا. لكن كي يأذن في الفجر كي يكون راقد، شحال تصور هذا الأوفيرتا؟ شحال توزن؟ 100 غرام، نقولوا كيلو ما يقدرش يرفعها، هذا ضعيف. يرفد 150، بصح كي يأذن الفجر هذيك البطانية ما يقدرش يرفعها يرميها، هذا ضعيف. شفتوا كيفاه؟ هذه القوة الحقيقية في الشريعة الإسلامية. من مات ولدها في بطنها وهو دون نفخ الروح، هل يكون سببا في دخول أبوين الجنة مثل ما ذكر في الأحاديث؟ الجواب يقول العلماء، قال العلماء في فقد الولد ثواب في الجملة. في فقد الولد ثواب، حتى إنسان مات مريد كبير فات البلوغ وصبر عليه عنده ثواب، مش إلا أن حب الصغار يجعل الفاجعة بهم أشد، لذلك كان لاحتسابهم هذا الأجر. علاش الإنسان كي يموتوا له الأطفال قبل البلوغ يحزن عليهم شديدا ويكون عنده هذا الأجر تاع الجنة؟ لا، لأن مازال ما بانش الولد هذا هو عاصي، بصح واحد وليدو كبر ولا يشنف عليه، يبقى ذاك الحب صحيح ينقص، بلا ينقص هذا. فالإنسان يموت له ولد سواء كان بعد البلوغ ولا حتى وهو جنين، حتى السقط أو السقط عنده الأجر عليه، لكن الأجر تاع الجنة هو بماذا؟ في الولد الذي يولد ويتعلق بقلبه فيموت فيحتسبه عنه، وإلا أي مصيبة تصيب المسلم فيحتسب يكفر الله تعالى عنه بالسيئات، وقد تكون سببا في دخوله الجنة. خلاص هذه جاوبت عن قلبه.
هل يجوز للمرأة البالغة عند شرائها أي شيء أن تقول للبائع بارك الله فيك أو في الحافلة الشيخ سلطان منحها مكانه لتجلس، فهل تقول له شكرا؟ معلش كلام النساء مع الرجال والرجال مع النساء يجوز للحاجة وبشرط الأمن من الوقوع في ماذا؟ الفتنة. هذا يجوز. أما بعض الناس ما يقدرش مع النساء كاع والو يبيع في الحانوت كيف يقول عطيني كيلو السكر كيف تكتب لك في ورقة تكتب لها بالورقة لا يوجد مثلا لا زال تعمل عادي المهم أمن الفتنة مفيش إشكال. صح يديروا مع النساء ويكونوا معه لكن في حدود عدم وجود الفتنة وللحاجة. أما بتمشي في الشارع جالس طفلة قدامك ما تعرفها مثلا حتى حوالي ساعة لا تنسى ساعة أو كان واحد 50 ساعة سبحان الله. هذا طيب. يقول امرأة توفي زوجها وكانت بعيدا عن ابنها وهي يعني السكن اللي راح تعتد فيه السكن اللي كانت تسكن مع زوجها موحش أو تخاف على نفسها، فهل يجوز لها أن تنتقل إلى بيت ابنها لكي تعتد هناك؟ نعم، إذا كان البيت اللي راح تقعد فيه موحش وتخاف على نفسها راح تتضرر وما كاش يجي يقعد معاها في دار زوجها اللي مات، تقول لوليدها أروح تقعد معايا، لأنها خدام عنده وظيفة وبعيد المسافة، خلاص هذه الحالة تنتقل إلى بيت ابنها أو بيت أخيها أو أي بيت ترتاح فيه وتدير العبادة الله، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب هذا نقول لماذا أدرج البخاري رحمه الله الأحاديث التي قالتها عليه اليوم في باب اليتيم؟ نعم، هذه داخلة في اليتيم. لماذا أدرجها في اليتيم؟ لأنها تدخل في كفالة اليتيم من زاوية أخرى، وهي أن كافل اليتيم عنده أجر كبير عند الله، وهو أنه يكون جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكذلك كما صبر على اليتيم ورعاه وأحسن إليه وكفله وهذا يحبه الإنسان، كذلك الصبر على فقد الأولاد له جزاء الجنة، وهذا الأجر عظيم والله تعالى. يقول هذا الأخ: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة يهودية أو نصرانية؟ الجواب: يجوز بشروط. الشرط الأول أن تكون هذه اليهودية أو النصرانية تكون عفيفة طاهرة، يعني مش أي واحد تمشي معه تتزوج معه شهرين ثلاثة بعد تصيبها تمشي معها واحد، لا، لابد تكون عفيفة. والآن مش تصير نصرانية أو يهودية عفيفة لازم نحوز عليها كما نقول احنا مجمع، خاصة مع انتشار هذه الفساد في الأرض. فإذا وجد الإنسان هذه المرأة العفيفة التي هي محصنة يعني متبرجة مثلا، لكن لو أرادها رجل على سوء لا تطيعه، هذا الشرط، لأن الله تعالى قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. محصنة يعني عفيفة. ثانيا أن يكون الرجل المسلم الذي يريد أن يتزوجها ذا شخصية قوية، راجل يشوفها هكذا بعينيه تموت خاف،
أما تضربه وهي تسيره وهي ولا اللي معها نصراني لا، لازم عنده شخصية قوية بحيث هو اللي يربي الأولاد. وش معنى يضربها هكذا يظلمها؟ لا، يقول رأيك كيف يخليها تروح الكنيسة نصراني خليها تروح الكنيسة لا حبل. طيب، لكن لو قالت له عندنا حفلة مع الرجال لا، لازم يكون عفيف ويكون عنده شخصية قوية. ثالثا أن تكون دولته قوية، دولة تاعك قوية باش هذه ما تهربلكش بالأولاد، وإذا هربت لك بالأولاد الدولة تاعك تجيبهم. أما إذا كانت الدولة تاعك ضعيفة والدولة تاعها قوية هربت لك بالأولاد، تروح تشكي الدولة تاعك تقول اسود دوك يضربونا بالطماطم يضربونا بالطماطم واسكت علينا خليها تروح نجيبوا لك 4 تاع بلادنا ما تتزوجهاش. أما دولتك قوية هربت لك بالأولاد يقولوا ما سمعوا تجيبونا الأولاد ولا نقطعوا العلاقات، الآخرين يخافوا ردوا لهم الأولاد ولا يقطعوا علينا البترول يقطعوا علينا العلاقات. معليش. أو مثلا تكون من دولته، مثلا مصري مسلم تزوج بمصرية نصرانية، هاي في بلادهم وين تعمل حتى لو كنت عربي يجيبوها الرئيسي بعد يجيبوها. أو مثلا سوري أو لبناني مسلم وتزوج بلبنانية أو سورية نصرانية معلومة، لكن بالشرطين السابقين أن تكون عفيفة وأن يكون عنده شخصية قوية ويعرف الأحكام كيفاش يتعامل معها. ومع ذلك فالأفضل الترك وأن تتزوج بمسلمة. أعجبني أحد العلماء جزاه الله خير سأله قالوا له يا شيخ هل يجوز نتزوج بها؟ قالوا يا بني احنا متزوجين بالمسلمات وما استلزناش مسلمات انا متزوجين معاهم وما استلزناش معاهم، راح تتزوج بالنصرانيه في هذا الزمان. الافضل الانسان يتزوج بمسلمه ويخليك من الامور هذه وما يتزوجش على جال الكوارث. تعرفوا الكوارث؟ كاين الشباب يروحوا الان البلدان الغربيه هو في عمره 21 سنه وتزوج مع واحده 70 سنه. باينة على جال الكوارث. هذا خطأ، ما تدلش نفسك إلى هذه الدرجة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى.